النجم محمود عبد العزيز، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. ذكرياتك ايه مع العيد؟ العيد الكبير. العيد الكبير ذكرياتي مع الأهل، مع أمي وأبويا وإخواتي. ذكرياتي مع صلاة العيد، وبعدين الضحية، ذبح الخروف، توزيعه، الفطار مع أهلي كل سنة. تبقى ذكريات طبعا بحس فيها بالطفولة، باللمة، بالحب المتبادل بين جميع أفراد الأسرة. طب ده وحضرتك كنت لسه قبل بقى ما تعمل أسرة خاصة بيك. بعد ما عملت أسرة خاصة بيك برضو تفتكر ايه ذكرياتك مع العيد؟ ذكريات حديثة بقى. يعني هو طبعا مع الأسرة الوضع طبعا وضع ابن من أبنائها. هو في الحقيقة الوضع ده ما اتغيرش لغاية دلوقتي حتى بعد الجواز، لأن لازم أول حاجة أعملها في أول يوم العيد ده إذا كنتش ببقى مشغول قوي، يعني إن أنا أسافر يوم الوقفة بالليل اسكندرية وأحضر معاهم نفس الحاجات اللي كنت بحضرها وأنا صغير، لأني بحس بسعادة حلوة قوي، يعني سعادة كبيرة جدا. اللي جد بقى ان في الاسره الجديده مراتي وابني، ان مراتي ما بتحبش ريحه الخروف الضاني، يعني ما بتحبش حاجات تتذبح، فبضطر طبعا ان انا اذبحه في اسكندريه. ما بذبحوش انا شخصيا، يعني من ضمن الذكريات كنت افتكر زمان طبعا ان انا بساهم في تكتيف الخروف، في نفخه، في السلخ مع الوالد. انما حاليا بستعجب يعني دلوقتي ازاي انا كنت ببقى طبعا هو حلال وربنا امر بكده يعني، انما انا ما بقتش عندي القدره حاليا ان انا اقف في ذبح خروف. زمان كنت لغايه مثلا يعني 20 25 سنه كنت اقف. طب ده مش زمان قوي يعني فتره لغايه سن يعني 22 25 سنه كنت اقف في عمليه الذبح نفسها. حاليا ما بقدرش اقف، ما بقدرش، ما اعرفش يعني ببقى يعني مش. كانت فرحتي زمان يعني اكبر من يعني ما كنتش بخاف حاجه، يعني ما كنتش بهيب حاجه، وكنت ببقى موجود وسعيد جدا. دلوقتي ما اعرفش يمكن ليه بخاف دلوقتي ان انا اشوف الخروف لما يتذبح. تذكر حضرتك احلى عيديه تلقيتها زمان مثلا ودلوقتي؟ مش عيديه ماديه يعني. لا، هي العيد مرتبط اساسا بالعيديه الماديه يعني. فطبعا زمان طبعا كان الواحد بيفرح قوي بالعيديه، بال 25 قرش، بالجنيه، بالحاجات دي. حاليا بفرح قوي لما اروح الاقي امي وبروح الاقي ابويا وبروح الاقي اخواتي وربنا يخليهم، ودول اكبر عيديه يمكن ربنا عطاني في الدنيا لغايه دلوقتي، يعني احمد ربنا عليها قوي يعني. كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. كل سنه وانت طيبه، وكل مصر ومشاهدينا وامتنا العربيه كلها بخير وصحه وسعاده.